كل سنة وانتوا طيبين. رمضان يعني كنافة، طبعا هننوع في الكنافة براحتنا خالص. الميزة في الكنافة ان هي حشواتها مختلفة وكتيرة، ونقدر ننوع فيها في اي وقت. طبعا كلنا من عشاق الكنافة عامة. تعالوا نجربها بكذا حشوة مع بعض. شايفين انا حطيت الكنافة حوالي كيلو الا ربع في الفريزر لمدة لا تقل عن 5 ساعات عشان تمسك نفسها وتساعدني في التقطيع بالشكل ده. بفرفتها قدر الامكان، قدر الامكان افرفتها خالص. هنا جبت كوب ونص من السمن البلدي، ولو ما عنديش سمن بلدي اقدر استبدلها بالسمن العادي او الزبدة. سيحتها كويس، وبعدين هبتدي ادمج الكنافة في السمن بس عشان ما تتبهدلش مني. ركزوا في الخطوة دي. حطيت شوية سمن وابتدي احط فرافيت الكنافة واقلبها بالشكل ده لحد ما تتشبع السمن، وهكذا افضل احط طبقة وادمج الكنافة وطبقة من السمنة وادمج في الكنافة، وهكذا لغاية ما اخلص الكمية كلها. هجهز حشو الكاسترد. معايا كوبين من اللبن، وباكت الكاسترد حوالي 5 معالق كبار من الكاسترد. هبتدي اقلب بالشكل ده وادمجها كويس خالص على البارد، وبعدين ونص كوب من السكر، وبعدين احطها على نار عالية شوية، وبعدين اهدي النار خالص طبعا علشان تمسك نفسها وتتقل. واول ما الاقي القوام كده تقل معايا ارفعها من على النار واسيبها على جنب. هبتدي ادهن الصينيه كويس خالص. وبصوا الاطراف انا بعملها ازاي. بطلعها كده على الاطراف بالظبط زي البيتزا، واضغط عليها بطبق او اي حاجه عندي، وبعدين احط الحشو الكاسترد بتاعي. ممكن استبدل الكاسترد بحشو المهلبيه العادي خالص نفس القوام التقيل ده، واحطها بالشكل ده هتبقى جميله برضو جدا. بالظبط كده. اول ما اخلص الحشو بتاعي ابتدي احط باقي الطبقة التانية من الكنافة، واحاول قدر الامكان اغلف الكنافة فوق طبقة الكاسترد كويس جدا. بالظبط كده، وهضغطها بنفس الضغط بتاع الاولاني زي ما انتوا شايفين الجمال ده. طبعا انا حضرت هعمل شوية بحشو مختلف، فانا حضرت الكوب ده، واقدر احضر الكوب الفنجان اللي شفتوه ده الازاز. اي نوع يا جماعة عندي موقفش، اي حاجة عندي مسطحة او مليانة او عميقة. وكانت عاملة معاكم الجبنة، فاكرينها الجبنة البريزيدون وجبنة موتزاريلا وحطيتها. بصوا حشو الجبن بيبقى رائع. هتقوليلي ازاي جبن وشربات خطيرة، اكنك بتعملي الكنافة النابلسية بنفس الطعم بالظبط والدقة. هعمل نفس الكلام. بصوا انا بضغط عليها ازاي. شايفين اي حاجة عندي موجودة احاول قدر الامكان، او بايدي يا جماعة، بايدي اي حاجة اضغط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين اجيب الصينية المدهونة السمن واحطها فيها في القالب فيها كويس بالظبط كده. احاول اضغط قدر الامكان بايدي علشان اساوي الحاجات دي ما تطلعش منها. اهو الفنجان الازاز او الفنجان اي نوع فنجان موجود عندي، بس يكون يعني قصدي مجوف بالشكل ده علشان احاول اطراف اظبطها واحشي من جوه الحشو باقي الحشو، وبعدين اخر حاجة طبقة الكنافة واضغط عليها نفس الطريقة. لو الفنجان سهل معاكم موجود معانا في كل بيت، أنا طبعا مفيش اسهل منه. اعمل كله كور بالشكل ده، وجهزت معايا اهي الاتنين بسم الله ما شاء الله اهم. وابتدي احطهم في فرن على درجة حرارة 180 واطلعها. شايفين الجمال واللون الجميل الذهبي. وابتدي بالشربات كده واسقيها كويس جدا. الشربات بتاعي يكون تقيل، عبارة عن كوبين من السكر وكوبين مية، او كوب ونص من المية عفوا، ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز عشان بيتقلها. شايفين الجمال. دي الصينية طبعا المحشية كاسترد. بصوا لكم ان تتخيلوا، والله عدت المحلات الحلوانية في الجمال والطعم، وريحة السمن البلدي اللي جابت اخر الشارع اول ما عملتها.
خطيرة خطيرة بجد، جربوها. سهلة وبسيطة، حشوتها جميلة قوي 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 قوي. ده حشو الكاسترد اللي عملناه سوا في الصينية. شايفين الجمال واللون؟ حلوة قوي قوي وجوسي وطرية قوي. تعالوا نشوف. بصوا اللي هي عملتها بالجبن، حشو الجبن. بصوا منتهى اللذاذة، يا نهار اسود. بناكل يا جماعة الكنافة النابلسية على حق. بصوا بصوا الجمال، يا نهار ابيض. كان نفسي اعملها كلها جبن حقيقي. ما تستغربوش، الجبن رائعة فوق الوصف. بصوا الحشو تحفة تحفة تحفة. جربوا الطريقة دي يا جماعة، مش هتندموا. حلوة قوي 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 قوي. لازم تدوني رأيكم وكومنتاتكم في الفيديو.